ده مش اي برام رز، ده برام رز من بتاع زمان وطعم وريحة وخير زمان. انا معايا هنا ده رز، انا حطيت كمية الملح المعقولة، معايا هنا فلفل، شوية زيت، اقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها. وبعد كده انا عندي هنا طاجن. طبعا يا جماعة عايزين تعملوا برام رز فلاحي على اصوله يبقى طاجن على طول. نحط هنا نص كمية الرز من تحت، وبعد كده نرش فلفل من النص. وطبعا لو انتم مش عايزين تحطوا فلفل، مش عايزين يعني الرز ده يبقى مفلفل، خلاص ممكن تستغنوا عن الموضوع ده خالص، ما تحطوش فلفل. بس طبعا رشة الفلفل في النص دي مهمة. ونحط فلفل على اللحمة تاني، وبعد كده نص كمية الرز اللي كنا شايلينها نزودها. بعد كده انا معايا هنا طبعا برام رز يعني سمنة فلاحي وقشطة، دي سمنة بلدي. انا حطيت هنا يعني زي معلقة كبيرة كده سمنة بلدي، ومعايا هنا دي قشطة فلاحي، ومعايا يكون في لبن مغلي، تكوني غالية لبن، تزودي اللبن كده في الطاجن، وبعد كده ممكن تزودي شوية مية كمان. بس هو كده الطاجن معايا كمل وجاهز ان انا ادخله الفرن. التسويه بقى انا بدخله، بشغله الشوايه من فوق، وبعد ما بعد ما بيشرب بيحمر زي ما انتم شايفين كده، بطفي الشوايه، بيكون هو اتشرب، بهديله من تحت وبسيبه بقى براحته خالص لحد ما بيستوي. انا عايزه اوريكم اللحمه، ما تقولوش اللحمه هتطلع مش مستويه، ازاي لحمه نيه في قلب الدس او قلب برام الرز هتطلع مش مستويه؟ لا، هتطلع مستويه. اول ما يتشرب هديله وسيبيه. بصي انا هوريكي دلوقتي اللحمه مستويه ودايبه معايا ازاي، من غير حتى ما نسلق اللحمه ولا نشوحها ولا الكلام ده كله. بصوا شوفوا اللحمه معايا مستويه ازاي، يعني دايبه كده، دايبه دوب. بصوا والله جربوا الطريقه دي هتدعولي. اهم حاجه التسويه. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم وصفات اكتر.